اهلا اهلا يا فنانين. اوريكم كده شوية سكتشات من السكتشات اللي انا عملتها الفترة اللي فاتت بعد ما جيت مصر. وقعدت عملت سكتشات وعملت لايفز على التيك توك، كمان رسمنا فيه حاجات كتيرة قوي. كنت بحاول اركز قوي ان انا اعمل كويك سكتشز عشان انا لما ببقى في مصر بيكون عندي حاجات كتيرة قوي المفروض تتعمل، فالوقت ما بيكونش احسن حاجة والدنيا ما بتكونش سهلة. فحاولت ان انا استغل الوقت على قد ما اقدر وان انا اعرف اعمل فيديوز كويسة. فقررت ان انا هقعد اعمل شوية فيديوز كده بحيث ان احنا او سكتشات بحيث ان انا يعني منساش وتفضل البراكتس بتاعتي شغالة زي ما هي. ده كان من ضمن السكتشات اللي عملتها، سكتش سريع وفي شوية تظليلات وتخطيطات كده بسيطة على البورتري. كنت بحاول بس ان انا احافظ زي ما قلت لكم على ان انا بعمل سكتشات اصلا كل شوية. يلا بينا كده اوريكم على طول نبدأ بورتري جديد ونشوف احنا ممكن نشتغل ازاي. بص، انا كنت بحاول ان انا اسهل على نفسي على قد ما اقدر الخطوات اللي انا هشتغل بيها بحيث ان انا ما تقفلش، لان زي ما قلت لكم انا بعمل حاجات كتيره قوي في اليوم وانا في مصر. فيلا هاتوا قهوتكم وتعالوا معايا نبدأ بقى نسمع كده شوية حاجة هادية ونشوف الصباح اللذيذ وناخد لقطات كويسة، ونبدأ بقى ان احنا ايه، نبدأ البورتري بتاعنا بطريقة لذيذة. انا هوريكم طريقة سهلة جدا والله حلوة. اخر حاجة ان انتوا تبدأوا ان انتوا تعملوا بورتريهات كتير في وقت قليل، وفي نفس الوقت ما تبعدوش كتير عن الرسم. فيلا بينا نكمل البورتري بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده كل اللي انا عملته الخط اللي انا هقسم بيه البورتري او الوش بتاعي النصين، وهبدأ على اساسه احدد الملامح. انا ما استخدمتش ادوات كتير، استخدمت قلم رصاص سنون وهي دي اللي اشتغلت بيها التظليلات بتاعتي. يعني ما نوعتش، ما عملتش دمج، ما عملتش حاجات كتيرة قوي عشان بس اسهل على نفسي ان انا اخد الخطوات ما اكسلش وما اتلهيش، اللي هو خلاص انا مجهدة فمش هشتغل. فاهمين قصدي؟ دي كانت الخطوة، ان انا بحاول بس احافظ على اتزان السكتشات بتاعتي وان انا افضل شغالة زي ما انا، ما يبقاش عندي عطل او ابعد كتير عن الشغل بتاعي فاحس ان انا عطلت حبة حلوين. حددت اماكن الملامح وبدأت ان انا اشتغل على طول في تحديد البورتري نفسه وكمان تقسيمات الشعر على طول. كويك سكتش يا جماعة، الكويك سكتشز دي قلت لكم مليون مرة ان هي بجد بجد بتكسر الحاجز اللي بينك وبين ان انت تشتغل اصلا، وبتخلي ان انت تبدأ ده حاجة سهلة جدا لان بيبقى عندك قبول لاي اخطاء. يعني انا بتهيألي المره الجايه هبقى سكتشاتي كلها اقلام حبر، يعني هشتغل بقى بالجاف ويلا بقى هو كده. وحتى لو حصل اخطاء هعدل عليها وانا شغاله، لان مش طبعا هيكون في امكانيه ان انا امسح. فهبدأ ان انا اشتغل على السكتش بتاعي على طول، تظليل بقى، توزيع العناصر او الملامح whatever بقى حسب الموضوع اللي انا هشتغل فيه. بس انا حاسه ان انا يا اما بماركرز بقى اقلام احبار يا اما بقلم جاف على طول، وهو دول اللي هنشتغل بيهم. انا حسيت هنا ان انا عايزه اعمل البورتريه بنظره معينه. بلغت شويه في حجم نن العين، بس حسيت ان هو كده جميل او اداني الاحساس اللي انا محتاجاه. تاني حاجه انا كمان استخدمت الهاتشر والكروس هاتشن عشان يديني افكت معين ويساعد ان انا احس شعور معين ناحيه البورتريه او ناحيه الريفرنس اللي انا بشتغله. فهو ده اللي حسيت من الاخر كده، انا كنت عامله السكتش عشان اطلع شعوري وفي نفس الوقت احافظ على ليفل البراكتس او الممارسات والسكتشات وعددهم اللي انا بعملهم في الوقت ده. ما خليش الدنيا تشغلني زيادة واتوه وانسى ان انا اصلا بشتغل ومحتاجة تفاصيل تفضل موجودة في يومي وما بعدش عن الرسم على قد ما اقدر. وبطريقة التهشير بقى كملت بيها البورتريه. بس عايزة اقول لكم حاجة، البورتريه واحنا شغالينه بنركز عليه زيه زي اي موضوع او اي عناصر تانية، بركز على اتجاه الضوء لانه مهم جدا في انه ينقل لي الشعور بتاع الريفرنس بتاعي. طريقة التهشير ساعدتني قوي اني كمان اكمل السكتش من غير ما احس ان هو تقيل وصعب ولازم يكون واقعي. تعالوا اوريكم حاجة تانية عملتها. عملت الديزاين بتاع اللتر ده لذيذ قوي، هو عملته كوول بيبر او بروفايل بيكتشر.
هوريكم الخطوات بتاعته على بروكريت، وكمان هوريكم خطوات حرف تاني ألذ من ده كمان. ده بدأت بيه فطلع مش ظابط قوي، في التاني أحلى كمان. زي بقى ما قلتلكوا احنا بنركز على اتجاه الإضاءة اللي موجودة على العنصر بتاعنا عشان نبدأ نشتغل عليه. لو خدتوا بالكوا اتجاه الإضاءة أو الظل ممكن يصغر لي كتير من حجم الملامح، رغم ان هما الاتنين في الأول التخطيط أو السكتش نفسه كانوا واضحين ان هما قد بعض ومظبوطين وكل حاجة كويسة، بس الضوء ممكن يمسح حاجات أو يخففها، والظل ممكن يصغر حاجات. هعمل لكم فيديو لذيذ قوي هنتكلم فيه عن قد ايه تأثير الضوء والألوان على العناصر، ممكن ينقل مشاعر مختلفة جدا عن اللقطة أو المشهد اللي احنا بنشوفه أو بنصوره. هخليكوا تفهموا كويس قوي الموضوع ده، بس هنشرحه كده بشكل سينمائي شوية. هيعجبكم جدا الفكرة دي، هخليكوا تعملوا دراسات أكتر عن ظل ونور، تعرفوا أهمية إن انتوا تشتغلوا على الظل والنور أو التظليل بتاعكم بشكل أكتر أكاديمية يعني. مش عارفة مين زيي بيحب يستخدم الأقلام السنون في الهاتشنج والكروس هاتشنج. أنا بحبها لأن هي بتعمل بداية ونهاية للخطوط، وأقدر إن أنا أشتغل عليها بشكل لذيذ. وكمان لو حبيت إن أنا أنحف نهاية الخط زي الشعراية كده بتبقى جميلة جدا، فبيديني ريزلتس كويسة. أنا كمان استخدمت في القلم هنا سنون 2B، فما غمقتش زيادة، بس عملت تهشيرات قريبة، خطوط قريبة من بعضها واتجاهات مختلفة للتهشير بتاعي عشان يعملي اتجاه الظل مختلف، وخاصة في الشعر يعملي اتجاه ظل مختلف، فأبدأ ان انا احس بايه، ريزلت كده مختلفة وشعور مختلف ناحية البورتري بتاعي. كمان هقفل بقى الباك جراوند بتاعت البورتري بنفس طريقة التظليل، بس هديها اي خطوط رئيسية كده عشان ايه، توديني السكتش في حتة تانية شوية. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب فولو على انستجرام، وتبعتولي لو حد فيكم خد خطوات البورتري ده، ابعتولي الريزلتس بتاعتكم على انستجرام، شاركوني كل فنكم يا فنانين. اشوفكم على خير، ادعولي الفيديو جاي يكون في وقت قريب قوي، والحق اعمل فويس اوفر على الفيديوز اللي انا اوريدي صورتها. باي باي يا فنانين، يومكم كله فن وسعادة.